عايزة اقول لكم كل الفيديوهات اللي انا عملتها في حتة، وفيديو النهاردة في حتة تانية خالص. هنعمل بقى النهاردة مع بعض كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وكل المكونات بتاعتها متوفرة عندنا في البيت. شايفين بقى لما خلصتها حبيت ان انا افتحها كده واشوفها من جوه. عايزة اقول لكم هشة ومفرغة جدا من جوه وحلوة قوي، وبجد بقى ما صبرتش عليها اول ما خلصتها كده وحبيت ان انا ادوقها. عايزه اقول لكم ان طعمها كان خطير يا جماعه، خطير. تعالوا نبتدي الفيديو ونشوف انا عملتها ازاي. هتلاقوا كل المكونات الخطيره دي كاتباها لكم في الكابشن بالتفصيل. هنجيب 1.5 كيلو من اللحمه المفرومه، والقطعيه دي تكون من الكتف، وهنقول للجزار يفرمها لنا فرم ناعم مرتين، او ان احنا ناخدها نفرمها في الكبه فرم ناعم مرتين. هنبتدي ان احنا نعجنها كده بايدينا لمدة 5 دقايق علشان نهيئ اللحمة انها تكون ناعمة وبدرجة حرارة ايدينا فتستقبل التوابل وتتعجن معانا كويس قوي. هننزل عليها ببصلتين مفرومين فرم ناعم ومتصفين كويس قوي من المية بتاعتهم، ونبتدي بقى ان احنا نعجن الكفتة كويس قوي، ونعجن من تحت لفوق ومن فوق لتحت لحد ما البصل يختفي خالص معانا. وبعدين هننزل بالتوابل كلها مرة واحدة وكاتباها لكم في الكابشن، ونبتدي برضو ان احنا نعجن كويس قوي من تحت لفوق ومن فوق لتحت. طلعوا بقى كل قوتكم كده في عجن الكفتة، ولو انتوا بقى مش قادرين تعجنوها بايد واحدة فاستخدموا ايديكم الاتنين في عجن الكفتة زي ما هتشوفوني في الفيديو كده. ابتديت ان انا اعجن الكفتة كويس قوي بايديا الاتنين كده، واجيب من فوق لتحت ومن تحت لفوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما الكفتة نعمت معايا خالص في ايديا. بعد كده اخر خطوة هجيب شوية من اوراق الكزبرة الخضراء وهقطعها بالسكينة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهاخدها وهنزل بيها على اللحمة. وعايزة اقول لكم ان الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي طعم وريحة الكفتة حلوة قوي. هنفضل بقى نعجن لمدة 10 دقايق كمان، اعجنوها لحد ما تكون خيوط بين جزيئات اللحمة وبعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي بقى ان احنا نجيب اي حاجة متوفرة عندنا في المطبخ علشان نصبع بيها الكفتة، وناخد اول واحدة من الكفتة ونشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وناخد كمان قطعة من اللحمة ونشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونعمل لها بقى علامات زي بتاعة كفتة الحاتي اللي بنجيبها من بره. اعملوها بقى بالشكل ده ووروهم بقى الشطارة والحلاوة، ووروهم ان احنا جامدين جدا في المطبخ. وناخد كمان واحدة ونشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ونرصها في الصينية بالطريقة دي. وكده بقى خلاص انا خلصت الكفتة. هنجيب شوية من مية البصل ونحط عليها شوية من الزيت وشوية من الملح خفاف جدا. نبتدي بقى ناخد من مية البصل ونمسح على الكفتة كده من فوق، ناخد من مية البصل ونمسح على الكفتة كده من فوق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وتأكدوا من الخطوة دي علشان الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي طعم وريحة الكفتة حلوة. انا كده خلاص خلصت. هاخدها بقى احطها في التلاجة لمدة نص ساعة تشد معايا كده وقوامها يمسك شوية. وهنا خلاص بقى انا كان عندي شوية كده متبقيين معايا، حطيتهم في علبة وحطيتهم في الفريزر. الخطوة دي مهمة جدا، بتوفر علينا وقت ومجهود في يوم تاني. ناخدها من التلاجة ندخلها الفرن ده يكون على درجة حرارة 180. قبل ما ابتدي لازم نهدي النار علشان الكفتة ما تتحرقش. هنعمل صوص الطحينة. هنجيب كوباية من الطحينة وننزل بيها شوية من المية، ونفضل نقلب في الطحينة كويس قوي لحد ما تلم معايا. ننزل عليها بقى بكوباية من الزبادي ونفضل نقلب لحد القوام ما يبقى معايا بالشكل ده. لو حسيتوا انها تقيلة شوية ممكن تخففوها بشوية من المية. ونفضل بقى نقلب كويس قوي وننزل بالتوابل كمون وتوم باودر وشوية من الملح، ونقلب كويس قوي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ولو انتوا حابين تخففوها عن كده زودوها شوية من المية، واعتقد ان ده القوام المناسب للطحينة. هناخدها بقى وننزل بيها في طبق التقديم الخطير ده، وننزل عليها بشوية من زيت الزيتون كده، نزينها بشوية صغيرين من الشبت. وعايزة اقول لكم بقى شكلها يا جماعة خطير. خلاص الكفتة كده استوت معايا. هناخد بقى الكفتة ونرصها على البورد الجميلة دي. شايفين بقى شكلها وحلاوتها؟ شايفين قد ايه شكلها حلو وجميل واحلى واطعم واسهل من اللي بنجيبها من بره بكتير قوي. رصوها بقى على اي طبق تقديم تكونوا بتحبوه بالشكل ده. شايفين بقى الحلاوة؟ شايفين؟ وكمان زينوها بشوية من الكزبرة الخضراء. جربوا الوصفة دي ومتأكدة انها هتعجبكم جدا. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك للفيديو، وكل سنة وانتوا طيبين.